أحب الجمال، أحب الجمال وإن لم أنله، وأعشق سهم الهوى لم أسله. إذا كان ما بيننا سم حب، أم الوهم صار بجنبي يلهو. أموت بطعنة حسن وأرضى، ولا أبغض اللوم مهما يقله. وأكتب للحسن شيئا مثيرا، وأجمل شعري ما لم أقله. أعزائي، محدثكم هذه الليلة وفي هذه الحلقة الشاعر عاطف الجندي، رئيس نادي أدب قصر ثقافة الريحاني القاهرة وعضو اتحاد كتاب مصر. في الحقيقة أنا طبعت 3 أعمال شعرية أنا بصددها هذه الليلة. يعني أول ديوان هو ديوان مرايا النفس الصادر من الهيئة العامة للكتاب. الديوان الأول اللي كان صدر هو بلا عينيك لن أبحر، والصادر من هيئة قصور الثقافة. وأيضا طبعت عمل للأطفال وهو صباح الخير يا سارة، وهو من إخراج الهيئة العامة للكتاب 2006. وأرجو أن قناة 6 الجميلة بتاعتنا والبرنامج العمل الأول يفرد لي مساحة إن شاء الله عشان أتكلم عن صباح الخير يا سارة، والديوان الآخر هو بلا عينيك لن أبحر. ولكني هذه الليلة سأحدثكم عن هذا الديوان الذي واجه صعوبة شديدة جدا في إخراجه للنور. لقد وضعته في الهيئة العامة للكتاب منذ أكثر من 6 سنوات، وعانيت الكثير لإخراج هذا الديوان للنور. وبعد مشقة كبيرة صدر هذا الديوان، وكان له فرحة كبيرة لأنه كان الديوان الثاني بالنسبة لي اللي كان هيقدم لي للناس، اللي هيخليني أخذ عضوية اتحاد كتاب، عضوية دار الأدباء، عضويات الجمعيات الكتيرة اللي أنا اشتركت فيها. بعد كده أنا عضو ناشط في مجال حقوق الإنسان أيضا. أسمعكم قصيدة من هذا الديوان، قصيدة أخرى. اغضب من أجل دمعة زهرة نامت على مهد الحصى في مهجة القدس السليم، من أجل جرح غائر يمضي بنا نحو المغيب. غضب 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 غضب، يا أيها الوجه الذي رضع المصاعب والعطب، يا أيها الحجر الذي صنع البطولة بينما التيجان في حقل اللعب. اغضب لتشعل في جدار الظلم آيات اللهب، اغضب لتشعل في جدار الظلم آيات اللهب، اغضب لترسم في صباح العرب أمواج الغضب. يكفيك فخرا أن تكون الزيت أو كنت الحطب. غضب غضب، ما دام قطاع الطريق يهاجمون الحلم، ما دام قطاع الطريق يهاجمون الحلم في عين الصغار، ويقتلون الدرة الوضاء في كبد النهار. وطفلة بعد الولادة، ما دامت الفتيات قايضن الأنوثة بالشهادة، ما دام هذا الخزي يلبس وجهنا ويزيدنا عاما فعاما في الرماد. ماذا ستفعل غير أن تأبى وترفض كل مغتصب، وتغضب ها هنا ستكون ثورتك المجيدة في سبيل الله شيئا كالعباد.
يعني هذه القصيدة اللي تفضلت بقراءة بعض أجزائها هي قصيدة اغضب. وظروف كتابة هذه القصيدة كانت بعد استشهاد محمد الدرة، وهذا الجرح العربي اللي ألمنا جميعا. فكانت هي دفقة غضب موجهة إلى كل من يصمت على هذا الوضع الصعب جدا. هذا الديوان أيضا يحتوي على قصائد، قصائد تسمى قصائد الومضة، وهذه القصائد أو بسمى الأبجرام. وهذه القصائد بتقدم القليل أو الجرعة الشعرية المكثفة اللي في أقل عدد من السطور الشعرية. فبقول مثلا في ومضة من الومضات: في بيت الحب بنى جدي، في بيت الحب بنى جدي، وأقام أبي فكساه سنة، وبثوب العرس أتت أمي تحلم بالشمس فكنت أنا. هذه الومضة مثلا هي تصور حياة شاعر أو تصور حياة إنسان يحلم ويعيش، والأب والأم والجد في هذه القصيدة. أيضا كتبت في هذا الديوان الشعر الوطني، الشعر الاجتماعي، والشعر العاطفي طبعا. وأيضا في قصيدة هجاء اللي هي بهاجم فيها بعض الأصوات النقاد الأدبية أو النقاد، بعض ناقد يعني أدبي يكيل المدح لإنسان بدون وجه حق ويذم إنسان بدون وجه حق. الديوان، هذا الديوان كما قلت هو صادر من هيئة العامة للكتاب، وكان ترتيبه الثاني بالنسبة لي. عاوز أقول إن أنا بكتب أيضا الشعر الفصحى والعامية، ولكني اتجهت إلى الفصحى. أنا بكتب عندي ديوانين عامية، ديوان بعنوان الله عليك، وديوان آخر بعنوان العيون السود. ولكني وجدت نفسي في شعر الفصحى، لأن شعر الفصحى لقيت إن هو بيعبر أكتر عن حالتي، وخاصة إن هو منتشر، من السهل جدا أن يقرأه كل الدول العربية، بعكس اللغة المحلية عموما أو اللهجة المحلية المصرية انتشارها هيكون فقط في مصر. وإذا كنا في مصر بنختلف مع لهجة الصعيد أو لهجة نقول النوبة أو مطروح، كل بلد ولها لهجتها، فبعض المفردات هتبقى صعبة جدا على المتلقي. واللغة الفصحى هي التي ستوجه أو ستجمع كل الشعوب العربية، وهي لغة القرآن الكريم. أحب أقول إن في نادي أدب الريحاني اللي أنا بأشرف برئاسته بنقدم ندوة كل يوم اثنين، وبنناقش فيها أعمال الكتاب، ونستضيف فيها كبار مبدعي مصر. ومش شرط إن هو يكون كبير، ولكن يقدم إبداعا جيدا لنا في هذا القصر. أيضا في خلال حياتي تعرضت إن أنا أو دخلت في مجال حقوق الإنسان، وأنا عضو في لجنة حقوق الإنسان وناشط في هذا المجال. وبأرى إن يجب إن كل إنسان يسعى للحصول على حقه بطرق مشروعة. وغير ذلك أنا عندي منتدى أدبي في النت، منتدى عاطف الجندي الأدبي، برضو بأشرف بإدارته. ونحن مجموعة من الزملاء والأعضاء اللي هم الشعراء بتوع مصر، وفي بعض الشخصيات من الدول العربية بنكتب فيها الشعر ونرد على بعضنا وإلى ذلك. نقول قصيدة أخرى صغيرة من هذا الديوان، وهي بعنوان أنا والناي. السير خلف الناي أقلق مضجعي، وأغام أوردتي وشق فضائي. السير خلف الناي أقلق مضجعي، وأغام أوردتي وشق فضائي. يا ناي يا ناي هذا الحزن في الأعماق يقتلني، فدع الشموس تسور في أعضائي. قال ابتعد أنت الذي عشق البريق. قلت رجائي، وعزمت أن أدع الطريق إلى هنا، لكنني ما زلت أحيا لوعتي وفنائي.
أعزائي، أنا سعيد بالجلوس أمام حضراتكم في القناة الستة وبرنامج العمل الأول. هذا العمل أو هذا البرنامج الذي يتناول الإبداعات الشعرية. شكرا لكم جزيلا، ونلتقي على خير إن شاء الله. تعالى أن يحيط به علم العباد بلا شرك عبدناه.